طبعا أصدقائي، مراقبة الطيور هون إجباري. الطير عم تلم عش هذا ذكر، يعني قعدتك قدام السلاكة ومراقبة الطيور بتكون مجبور تقعد وتراقب أي أغلاط تصلحها، أي عشاش ناقصة تحطها، الطيرة بتحب تلف مكان أو لا. طبعا هاي كلها بدك مراقبة، تجلس برات الغرفة وتقعد تراقب الطيرة. هون أنا زبطت لها العش وزبطت لها مكان العش وبلشت تلف، لأنه كانت عم تحط قطن هونيك والمكان ما كان كويس. وهلا إن شاء الله بلشت تلف وتسحب قطن وأمورها بخير الحمد لله. بتصير مشاجرات على المكان العشاش، أكيد الطيرة رح تضرب طيرة تانية، تصير مخانقات عادي، شي طبيعي. فالطيرة راح تسحب هلا عشاش وتلم العش وتجي تلف. طبعا عندي انسى اول مرة تبيض، هلا بلشت جديد، هلا جهزت الطيرة هاي. اذا ملاحظين معي فاتت جوات المعشش، بلشت تلف عش، ما بعرف مبينة من عندكم او لا. طيرة جوا، هاي الطيرة اول مرة بلشت تبيض، يعني هاي اول مرة اليوم بلشت تجهز بيضة. هدول عم يسحبوا قطن حتى يبيضوا، بلفوا العش. هذا الفحل يمكن تسيح الطيرة، هاي الطيرة هون على مكان العش. طبعا الجلسة أمام السلاكة والغرفة راح تكون ضرورية حتى تراقب طيورك، تراقبها بشكل جيد، تعرف في أخطاء في شغلة تظبطها. الحمد لله هذيك الطيرة كمان قاعدة هونيك هلا عم تلف، بلش جديد. هاي الطيرة أول مرة الموسم هذا، أول مرة تبيض يعني جهوزيتها جديد جهزت. هاي أول يوم بلشت جهوزيتها للطيرة الحمد لله. صحيح تأخرت بس بلشت جهوزيتها هلا بشهر سادس، لازم كانت تجهز من زمان. هدول على ما اعتقد العش الثاني اللي كانوا باضوا، هذا عشهم الثاني كمان. ثاني طيرة عندي كان باضت، اللي مراقب فيديوهاتي القديمة هاي هي كملت هلا عشها الثاني. اللي كان عندها 5 فراخ ماتوا 2، ضلوا 3. هدول هن عم تلف الطيرة عم تقعد العش. تحياتي لكم يا شباب، تحياتي للجميع، واتمنى التوفيق للجميع. واللي عنده انتاج كيف كان انتاجه طمنونا يا شباب. واللي صارت معاه مشاكل كمان اشرح لنا شو المشاكل اللي صارت معاه، لانه نحن نستفيد كمان من هالمشاكل وانتم تستفيدوا، وندور على المعلومة الصح يعني. ما شاء الله قاعد طير وطير عم يزق على العش. الحمد لله يا رب. الحمد لله بلشت الطيرة الثانية كمان تجهز، هاي هي طلعت من العش، راح تبلش تبني عشها الحمد لله. اتمنى التوفيق للجميع يا شباب، لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك حتى الكل يستفيد، وحتى نحن نستفيد كمان منكم. واي معلومة يا شباب اعطونا اياها صارت معاكم، اخطاء وقعتوا فيها او انتاج صار عندكم كويس، نشاركها ونشارك مع بعضنا والكل يستفيد ان شاء الله يا رب. هي مهمة القناة انه الكل يستفيد، مو انه بس ننزل وخلاص، لا الكل يستفيد. اتمنى التوفيق للجميع.